كلمة بقى لبابا أبو ست البنات. مش معنى إن بنتك اتدهولت على عينها وحبت زغلول الزغاليل وجت عيطت في حضنك وقالت لك بحبه يا بابا إن أنت كل ما تيجي تشتكي لك منه أو كل ما تحس إن هي قلبها وجعها وإن هي مطفية تيجي تقول لها أحسن، ما أنت اللي اخترتي، أحسن كملي استحملي. مفيش الكلام ده. اوعى توصل بنتك لانها تبقى خايفه تيجي تقولك ده عمل. اوعى توصل بنتك انها تخبي وجعها منه عنك. بالعكس، خدها في حضنك وطبطب عليها وفهمها ان فتره الخطوبه دي اتعملت عشان ندرس بعض، نشوف طباعنا تتوالف مع بعض ولا لا. فلو لقيتها مطفيه، لو لقيتها زعلانه، لو لقيتها مش قادره تواجهك وتكلمك، انت روح كلمها. دايما اسألها، دايما عرفها ان كرامتها فوق كل اعتبار، وان مش غلط ان هي تتخطب مرة واثنين وثلاثة. بلاش الافكار القديمة اللي بنت بيوت هشة اتدمرت بعد سنة او 2 من الجواز. لو لقيت ان الطباع مش قادرين يتوالفوا مع بعض فركش خطوبة بنتك. اوعى تتردد، لان ترددك دوت هيخلي البنت تخاف اكتر، تكمل وهي مش مطمنه ومش مرتاحه، فترجع لك بعد كده بقرطة عيال وشيل يا معلم.